هذه وقفة نظمتها واحد المجموعة ديال الفعاليات المدنية والشبابية، مجموعة ديال الشباب والهيئات المدنية ضد الفصل 222 من القانون الجنائي وضد المحاكمات الشعبية اللي وقعوا بزاف ديال المدن، ضد يعني الحكم اللي تصدر الزبورات يعني الشباب الذنب ديالهم انه وصلوا لدرجة الحرارة يعني واحد المستوى اللي هو كبير، شربوا الموت اعتقلوا تحكم عليهم بشهرين يعني غرامة مالية. كنطلبوا من الجهات المختصة باش يعني ما يبقاش هذا الفصل باش يسقطوه بالقانون الجنائي، ثم كنطلبوا من الدولة تحمل كامل المسؤولية ديالها فيما يتعلق بقضاء الشريعة، وايضا الجماعات ديالنا عندهم منكر وهذا نوع من التطرف الداعشي خطير جدا اللي وقع في مراكش، اللي كيوقدوه مواطنين، اللي كيقودوا واحد المجموعه ديال الناس كينتميو للتيارات السياسيه يعني مشكوك فيها. فلهاد الاسباب كلها كنديروا هاد الوقفه باش نحلوا ما سيقود اليه الوضع الا بقى هذا الفصل، وبقات الدوله يعني ما دارتش اجراءات عاجله ولازمه باش توقف كل واحد عند حده، بما في ذلك الفصل 222 اللي هو واحد المصدر ديال قضاء الشريعه. وكندعو بالتصريحات ديال بعض الزعماء السياسيين والدينيين اللي كيطالبوا من المجتمع يدير شرع الدوله، اللي كيقولوا القانون ينسحب القانون ويدير المجتمع شرعي. فكنعتقد بان الدوله هي والسلطه هي اللي خصها دير خطوات لازمه ووقت لازم باش رمضان الجاي ما نلقاوش هذا الفصل ونلقاو واحد جيل واعي.